السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ احوالكم على خير؟ وليداتكم على خير؟ نتمنى من ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الشفنج البلدي ديال السواق البلديين. غير انا اختصرت شويه، خدمت شويه بالمونينيكس، عاد كملت بيدي. هاد الشفنج راه صادق ان شاء الله من التجربه الاولى، نتمنى تجربوه ويصدق معاكم وراه ساهل. بسم الله. هنا كما شفتوا معايا المونينيكس وفيها والمدافي. درت 6 ديال الكيسان، 6 ديال الكيسان ديال العنبه والخميره تتبقى على حسب الجو. انا هنا درت معلقه كبيره ونص، يعني بديك المعلقه الصغيره درت 2.5، هي معلقه كبيره ونص. ودرت 2 كيسان ديال الطحين وغادي نطحن الدوره الاولى. هذا الطحين غير ديال المونينيكس تيسهل علينا العليك ديال الشفنج باش في الاخر ما نعلكوهش بزاف. والطحين في الكاس ديروا على حساب الكاس ديالكم، دخلوا شويه بشويه على حساب الكاس ديالكم باش ما يتقلش. صافي غنطحن 2 كيسان المره الثانيه وغادي نزيد مليحه، وغادي نزيد واحد راس معلقه ديال السنيده خطياريه. الا بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ماشي مشكل، عادي بحال بحال. انا هنا زدت مليحه وزدت واحد المعلقه ديال السنيده اللي نسيت ما درتهاش في الاول، انا عاد درتها معاكم دابا. صافي وغادي نكمل الطحين ديالي دفعه دفعه على حساب الكاس باش ما تقلوش عليه ويتحرق لكم ولا تسخن الماكينه. دفيعه بدفيعه حتى نطحنوه ونعلكوه مزيان. رخيو عليه المونينيكس، داك الطحين اللي هزت لينا نخليوه يتعلك كما شفتوا. انا تنزيد شويه بشويه تتوقف المونينيكس، يعني حتى تتحبس ما تبقاش قادره الدور. عاد غادي نحيدو من المونينيكس وغادي نكملو بيدي. نتمنى ان شاء الله هاد الشفنج هذا تجربوه، راه غزال، تيجي ناشف، ما تيجيش مزيت، وتيجي بحال ديال السوق وحسن من ديال السوق وشي حاجه خدمتوها في الدار. المهم هنا انا غادي نكمل الطحين ديالي كامل. وشكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم والمتابعه ديالكم، ونتمنى من ربي هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. وكاع اللي تيشاهد هاد القناه الصغيره وتدعم هاد القناه الصغيره تنقول له شكرا شكرا. وكاع الناس اللي التقحوا بالقناه ديالي وعاد دخلوا عندي جداد تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا وشكرا لكم فين ما كنتوا. المهم هنايا انا ما زلت نطحن فيه كما قلت لكم دفعه دفعه شويه شويه، وانا تنعلك فيها حتى توقف المونينيكس ما تبقاش قادره الدور. عاد ديك الساعه ما تبقاش تحمل لينا نزيدو فيها الطحين. صافي وهنايا غادي باش غادا نحيدو، غادي نجيب القصيعه ديالي والماكينه راه باقا تدور، راه ماشي مطفيه، راه مازال تدور عليه داك القياس. صافي وقفت فيه. صافي هنا غادي نحيدها. هنا قلبت لقيت مازال خاصها تدور شي شويه، وانا نرجعها دارت واحد نص دوره اخرى، يعني باقي عندها فين تدور شويه محدا هي تتقال هي تتعلق وهي تتقال. صافي وهنا حيدته. نتمنى الشرح يكون واضح، نتمنى نكون تنقدر نوصل لكم الفكره. هنا نتوما كيفاش العجينه ديالو بحال ديال البغرير، ثقيله على البغرير شي شويه، ولكن راه العجينه معلوقه بالمونينيكس. هنا بقاو عندنا شي 3 الكويسات هكاك ما كاملينش ديال الطحين، غادي نبدا نزيدهم دفعه دفعه وانا تنعلك غير بصباعي يدخل هذاك الطحين كامل كما تتشوفوا معايا. هادشي اللي بقى طحين انا غادي نديرو كامل. المهم القياس ديال الطحين اللي هزت لي هاد العجينه هذه هزت ليا كيلو رابعه. هادوك 6 الكيسان ديال الماء هزوا ليا كيلو رابعه، ولكن داك الرابعه تتبقى غير على حساب داك الطحين. كيلو راه كافي، ولكن الا كان ما تياخذش الماء هو تيطلق الماء غادي يهز معكم كيلو ورابعه. واذا كان الطحين تياخذ الماء يعني كما تنقولوا تيشرب الماء غتهز معكم كيلو نيشان. كما شفتوا معايا العجينه هي كيفاش تتعلك. هذا هو العليك ديالها وتجي سهله، سمحوا لي تجي سهله في العليك، على حقاش العليك في الاول راه سهلاتو علينا المونينيكس كيف شفتوا معايا تتخدم مطلوق. نتمنى الفيديو يكون واضح معاكم
وراه ساهل وطريقه سهله بزاف وناجحه معكم من التجربه الاولى. وهنا راه ما خداش ليا حتى الوقت بزاف، ما خداش ليا والله الا عجنتو شي ساعتين ديال المكانه حتى اخر لحظه وعجنتو. والكوزينه بعد شويه عندي انا الكوزينه سخونه دغيا يطلع دغيا وجد بعايا كيف تشوفوا هنا العليك ديالو. تنبقاو على هذا الشكل هذا نعلكو فيه. هانتوما راه ما يتلاصق عادي، يعني عادي داك الالتصاق ماشي تيشبر في اليد اولا جاري بزاف، يعني حنايا تنتحكموا فيه ماشي غالب علينا ولا شي حاجه. دابا هنا غادي ندهن بزويته باش العجينه صافي تجمع. هانتوما العجينه راه مجموعه تما في هذيك السوبيره راني دايره سميتو دايره شويه ديال الزيت. دابا غادي نديرو فيها ان شاء الله وغادي نغطي عليه ونخليه يخمر. وشحال ما خمر مزيان، وخا قاع ديروه حتى بكري وتخليوه يخمر مزيان. هانتوما شوفوا القياس فين كاين، وانا غادي نغطي عليه. ايوا نتسناوه يخمر ان شاء الله وندوزو للمرحله ديال التقطاع. سمحوا لي على ضربني البرد. تنكحكح مع الشفنج ديالي. هانتوما الاختمار ديالو. هذه الصينيه فين غادي نقطع فيه وزويته في يدينا باش تعاوننا ما تلصقش لينا في يدينا. هانتوما شفتوا مني درتو يخمر شحال كان فيه ومني يخمر فين وصلت العجينه ديالو. هانتوما كيفاش دايره العجينه. غادي نهبطوها نخويوها من داك البرد اللي فيها صافي. وغادي نبداو نشكلوه كويرات بحال اللي غنديرو نسمن، ولكن مني نشكلوه غير نكملوه نبداو نطيبو ما نخليوه لا يخمر لا والو، غير نكملو التقطاع صافي ونبداو نطيبو نيشان. ايوا شكون اللي بغا يشري من عندي الشفنج نعاود ندير لكم الكوموند ديال الشفنج نصيفطو ليكم. المهم تنضحك معاكم. انا هنايا غادي نبقى نكور فيها هكا كويرات تنكمل العجينه كامله كما شفتوا. ودابا ان شاء الله هذه فيها واحد شويه ديال الزيت وهذه فيها الزيت اللي غادي نقليو به. هنا نحضر لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا صافي. وغادي نبداو نشكلو فيه ونديروه في ديك المقيله اللي فيها شي شويه ديال الزيت حتى تشد شويه راسها مزيان، وعاد نديروها في هذيك المقله اللي فيها الزيت بزاف. والعافيه متوسطه ماشي بزاف وماشي شويه. نتمنى الشرح يكون واضح والفيديو يكون واضح معاكم وراه شارح راسو براسو. ونتمنى نكون تنعرف نوصل الفكره ونكون تنشرح لكم مزيان كيف شفتوا معايا هكا. هنا كان الزيت عندي باقي شويه ما سخنش. ايوا صافي تنبقاو على هذا الشكل هذا حتى تنكملوا الطياب. الاولى راه لما كانش الزيت سخون ما طلعش مزيان، طلع شويه، ولكن الاخرين من غيسخن الزيت صافي راه غيوليو عادي، غتوليو غير ديروها غتطلع تنفخ. ونبقاو بديك المعلقه نسوسو عليها الزيت من الفوق باش دير لنا دوك الفقاعات اولا النبال اولا كل واحد باش يسميه. ايوا المهم اختي راه عندي سوق الحد اليوم في الدار ديال الشفنج. وهاد الشفنج راه بالطريقه معجون يعني بالطريقه البلديه. هادشي اللي تيديروا فيه يزيدوا فيه الخل. انا ما بغيتش ندير في الصراحه الخل وما كانش عندي اصلا، درتو عادي طبيعي. اما ديال السوق راه تيكون فيه الخل تيكون فيه السكر زايد. وعلاش لا تصايبوه لروسكم اقتصادي. كيلو ديال الطحين كيلو رابعه راه يدير لك تبارك الله تبصيل. دابا راه الشفنج غلا عاد مول الشفنج ولا ب20 درهم الكيلو والكيلو ما بقى فيه والو ما تلقايش حتى زوين. تحيه للشفناجه كاملين. ماشي هذا درت الشفنج اليوم ونخرج على الشفناجه. ايوا انتم اختي الشفنج نتمنى يكون واضح معكم. ولي شهينات سمح لينا نوضي اختي ديري الشفنج. ها انت اختي النبال
الفقاع تقولوا العجينه ما معلوكاش ولا شي حاجه. داكشي 5 ايوا صافي. عندي ملي تتقلبوها تاني راه تبقاو تدوروها باش ما تلصقش في القاع، والزيت يكون شويه زايد باش ديك الشفنجه تبقى تلعب غير في الزيت. بالنسبه لي غيديروا اول مره يدير شويه الزيت زيت، انا حيت فايته دايراه يعني، واخا درت الزيت ناقص عرفت كيفاش نطيبه، ولكن اللي غيديروا اول مره يدير الزيت شويه زايد. ها نتوما اختي الشفنج عند الشفناج راه تيكون عنده الزيت كتير، ما تيديرش هاد الطريقه اللي تندير دابا انا نخوي عليه الزيت من الفوق، لحقاش هو عنده الزيت بزاف. انا حيت عندي الزيت شويه تنرش عليه بالمعلقه باش يتنفخ ويدير دوك الفقاعات. ايوا نتمنى الفكره تكون واضحه معاكم، والشفنج ديالي ها هو وجد. ودابا ان شاء الله غندوز نعمر واحد البراد ديالي تاي نعم سيدي. ايوا نجلس على الشفنج، ما شهيتكم واللي شهيتها تسمح ليا. ونتمنى من هذا الفيديو ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم، واللي عجبو هذا الفيديو ما ينساش هو تيتفرج يدير معاه واحد اللايك، الله يرحم الوالدين، واللي ما مشتركاش تشترك اذا جات على خاطركم، الله يجازيكم. ايوا فاطمه غتبقى مع الشفنج تتكملوا. ها نتوما بعد الفيديو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله اختي راكي مزدك سكروطه. ايوا شنو اليوم راه عندي الشفناج عندكم في الدار. هذاك الشيء اللي بان ليا، جينا على غفله لقيناك شاده دايره الشفنج بعد. غفل لك عيط عليك. ايوا شتي اختي، ايوا انت تا طيبتي الشفنج هذا تعيط شفنج ولا عليا. ماشي شفنج؟ لا لا الشفنج. واش شفنج ولا ماشي شفنج؟ دعيز لا لا دعيز ما ينفعش. خاصني العقال. ايوا المهم انتما المشاهدين ديالي، انا شاركت معكم في الطريقه ديال الشفنج البلديه ديال السواق ديال موالين البلاد. الشفنج واش من شفنج هكاك والبريريت ديالها ايوا تاعي. البريتات زيدوا لنا نوريكم الشفنج. كاين شي عسيله هانت بيضه. هي الشفنج، هانت خفيف، هانتوما ما كيدير زيت لا تا حاجه. تفكري الناس في السواق تاع العربيه وراه ديال السوق اصلا كله بحال. ايوا المهم والبريريت ديالها تاي غنديروا به ان شاء الله كاسكروط، والسي انوار ها هو تا هو جاي يدير كاسكروط. المهم هذا هو الشفنج ديالي، نتمنى من ربي تجربوه ويصدق معاكم ان شاء الله. وراه طريقه غتلقاوها الفيديو ساهله وما فيها لا تعب لا حتى حاجه. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم، وتنقول لكم بالسلامه عليكم، تنتلاقاو الفيديو المجيء ان شاء الله. اللي بغى الشفنج ان شاء الله هذا هو. صافي نصيفطوا نصيفط البارد.